عارف لما تحس إن الدنيا قافلة في وشك وإن كل حاجة بتتكعبل معاك وتحاول مرة واتنين وتلاتة وبرضه مفيش حاجة بتتعدل؟ ساعتها بتحس إنك مخنوق ومش قادر حتى تشتكي. بس في وسط كل ده في كلمة أنت لو قلتها من قلبك هتلاقي راحة غريبة. أيوة، هي كلمة الحمد لله. الحمد لله في الوجع، الحمد لله حتى لو أنت مش فاهم ده بيحصل ليه. لأن سبحان الله الواحد عمره ما بيفهم حكمة ربنا في لحظتها، بس بعد شوية بعد لما العاصفة بتهدى بتلاقي إن كل حاجة كانت بتمشي بترتيب إلهي غريب. كم مرة حسيت إنك مش قادر وحسيت إن الدنيا اسودت في وشك، وفجأة كده من غير أي حساب ربنا بيفتح لك باب جديد عمرك ما كنت تتخيله. مواقف عدت بينا كنا فاكرينها نهاية العالم، بس طلعت إنها بداية جديدة وأحسن بكتير. الصبر مش معناه إنك تستسلم وتسكت، بس معناه إنك تفضل ثابت، تتأكد إن ربنا مش بينسى حد. كل حاجة بتحصل ليك دلوقتي حتى لو أنت شايفها وحشة في الآخر هي خير ليك بطريقة أو بالتانية. وافتكر دايما إنها بعد ما بتضيق بتفرج، وإن ربنا رحمته واسعة. قول الحمد لله على كل حاجة حتى لو أنت مش فاهم الحكمة دلوقتي. الحمد لله دايما وأبدا.